السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أشواق عبد العزيز، ورمضانكم مبارك. اليوم بإذن الله راح نبدأ في الدرس الأول في سلسلة تعليم رسم المدة السوفية من الصفر. أول درس راح يكون إن شاء الله على الورد الشبيه بحرف اليو. نبدأ على بركة الله. نرسم نصف حرف اليو هكذا، ونكمل النصف الآخر وكأننا رايحين نغلقوها، رايحين نغلقوا اليو هنا. نعيد بشكل آخر، نرسم نصف اليو، نصفها، ونكمل الخط الآخر وكأننا رايحين نغلقوها. لازم تبقى مسافة صغيرة ما بين الخطين هنا، خطي اليو. علاه نبداو بالنصف ومن بعد نكملوا الباقي باش هنا تجينا خشينة. لازم هنا تكون طبقة سميكة وهنا تكون رقيقة. نعيد معاكم بشكل آخر. نرجع السنين تاع الوردة، نحاول نقسمها بالنصف هكذا وكأننا نخرج الخط من نصف الخطي اليود هكذا، والخط الثاني قريب ليه، ونحاول كأننا رايحين نخرجوه من هذا اليود من الخطين. وهكذا نحاول نرسموها في الاشكال في الاتجاهات الاربعه باش كي نشكلوا الورده تاعنا ما نتعبوش فيها. نحاول نرسمها للتحت هكذا. الخط كأني راح نخرجه ما بين خطي اليو هكذا. نرسم في الاتجاه الآخر، الاتجاهات كامل يترسموا بنفس الطريقة. نحاول نقسمها إلى نصف هكذا، نجيب حتى الخط هذا لقسم النص ونرسم خط وكأنه عيخرج. لازم تكون مسافة ما بين هذا وهذا، وهنا يتلاقاو الخرجة. بعد ما تعلمنا الأوراق تاع الوردة، هيا نشكل وردة. نصف اليو، نكمل النصف الآخر، نأتي نصف يو أخرى ونوصلها للخط الآخر اليو القديمة.
ونكمل خط ليو. لازم تكون مسافة ما بين هنا وهنا، كل خط على حدة. نزيد واحدة أخرى هكذا ونوصلها بالأوراق الأخرى ونكمل الخط. نحاول نحافظ على الشكل الدائري تاع الوردة بحيث يكون عندنا مركز هنا، هذا هو قلب الوردة. من بعد نديروا الأسنان تاعها كما قلت لكم، بداو من النص ووصلوا للمركز. ابداو من النص وكملوا للمركز. كي نكملوا السنون تاعنا باش نريقلوا لها القلب، تحبي ديري نقطة او ديري واو. نحاول نقدمها لكم. هاي الوردة تاعنا. نعاودوا وردة أخرى جديدة. ملاحظة فقط، الورد اللي رايحين نتعلموه إن شاء الله ما يجيش فيه 4 أوراق، لازم من 5 فما فوق. كما هذه فيها 7، هذه كذلك فيها 7. تقدروا ديروا 5، تقدروا ديروا 6، بصح 4 كأنها تجي فارغة. دوك نرسمها لكم وشوفوها. فارغة، كأن ما بين المسافة ما بين هذه وهذه بعيدة ياسر. لذلك ننصحكم في الورد هذا ولا أي ورد آخر ديروا أكثر من 4 ورقات، من 5 فما. بعد ما تعلمنا كيفية تركيب ورقات الوردة وتعلمنا كيفية رسم الوردة، الآن راح نشكلوا وردتين فوق بعض. نرسم الوردة تاعنا عادي. إذا كنا رايحين نرسموا نصف وردة فوق وردة، نرسم قلب الوردة، نصف الوردة الجديد فوق ورقة من الوردة القديمة هكذا، نقطة. ونرسم نصف الآخر هكذا. لازم يكون الورقات ملتصقين في بعضها، لا يهم عدد الورقات هنا. وإذا كنا رايحين نرسم وردة كاملة فوق وردة، نأتي ما بين فراغين، ما بين ورقة وورقة تاع الوردة القديمة الأم، ما بين ورقة وورقة ونخرج ورقة جديدة هكذا. ولاحظوا طريقة رسم الوردة كما وريت لكم في البداية، يعني
الورد كامل رسمته بنفس الطريقة الأولى تاع هادي، بنفس الطريقة ما بدلتش. نكمل القلب تاع الوردة هنا، وهكذا رسمنا واحدة فوق واحدة. نزيدو واحدة أخرى ما بين ورقة وورقة، ما بين هادي وهادي، نخرج ورقة جديدة لاصقة فيهم. ملاحظة أخرى، الأوراق نتاع الوردة مش شرط يكونوا كامل بنفس الحجم، يعني كما تلاحظون هنا هذه كبيرة هذه صغيرة، هادو تقريبا قد بعضها نورمال. الآن وصلنا إلى نهاية الدرس. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. الدرس القادم إن شاء الله.